الو، السلام عليكم. سلام. كيف الحال كابتن فهد؟ هلا. شو اخبارك؟ طيب. سام. حبيت اسالك بس كابتن فهد، ممكن؟ سام. حبيت اسالك، باخذ من وقتك شوي اذا بتسمح لي. امر يا زلمه. ما منك عدو. طبعا شاهدناك البارح هضم مدرج النصر، الله يعطيك العافيه. الله يوفقك. والف مبروك نقاط الثلاث يا كابتن فهد. الله يوفقك. عقبال الجاي كله ان شاء الله. يا رب. كيف شايف مستوى النصر كابتن فهد؟ ما تقدر تحكم عليه في البدايه، لكن ان شاء الله انه زين. طبعا هذا اول حضور لك في هالموسم. الموسم السابق حضرت كابتن فهد ولا؟ اي حضرت يا زلمه. يعني اقدر اقول كذا ان شاء الله الخلافات ذابت والمشاكل باذن الله. والله اذا في اخطاء وبالغت وانتم كجمهور بوقف اوزن الامور. بس ما يكون نقد قاسي كابتن فهد. يعني التطبيل الفاضي لفيصل بن تركي ما له داعي، واخرتها ديون وترابيز. لا بس انت فاهم، بس مشكلة يكون نقد قاسي يا كابتن فهد كذا. اوقف اسمعني، اوقف مع الكيان وتركي والاشخاص. ايوه ما في لا خلافات ولا خراطيم. والله اللي بس تدري ايش المشكلة؟ لا فكر ولا افعل، اعطيته الهياط الفاضي واخرتها هذا احنا. لا مش عطينا الهياط ما الفاضي. يجي ولا يبغى يدفع حتى 25 مليون. لحظة دقيقة كابتن فهد، انت شايف نقدك قاسي ولا عادي اللي انت تنتقد؟ بدل ما تقول لي لحظة انا بقول لك وش الخطأ في نفسه. اشوف نقدك كله مستفز يا كابتن فهد. مستفز في ايه؟ زي ايش؟ يعني في لا مو مثل، لا مو كذا ضدك ولا. تكلم وقول الصراحة يا كابتن فهد وانتقد وخذ راحتك. بس لا تفضحنا عند العالم وخلداد علينا. كيف لا افضحك قدام العالم؟ يعني قصدكم هذا انتم يعني. لا 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 مو مسألة لا تفضحنا، مو مسألة لا تفضحنا ولا ما تفضحنا. وليش تفضح فيصل؟ انا ابيك بتوقف. صحيح بس انه ما. كابتن فهد انا ابيك توقف مع النصر تدعمه يا كابتن فهد. يا حبيبي ما في اي مواقف انك تكون صادق معه. هذه كورة. يا كابتن فهد انت فاهم الصدق غلط، والله فاهم الصدق غلط. ايش؟ انت فاهم الصدق والصراحة غلط، انت كذا قاعد تخسر مصالحك. اعطيني مثلا. انت لما تنتقد انت اوكي، ما يحتاج اعطيك مثل ان الجمهور يعرف، والتغريدات اللي في تغريداتك انت راجع حساباتك كابتن فهد. والله ما اقول لك طبل، اقسم بالله ما اقول لك طبل، ولكن في وسيله نقد افضل، ما تكون مستفز، ما تخسر مصالحك. كلها عناوين كتب. لما اشياء واجد في نقد، انت راجع حساباتك وشوف انت خسران. اقول السي اللي دفعت عقد السي دفعها. طيب مين اللي جاب عقد السي؟ مين اللي جاب عقد السي؟ تعرف اللي قامر. من اللي؟ طيب انا اقصد في عهد فيصل بن تركي. تعرف اللي بايعها اهم شيء. يا فهد الهريفي يا ابو سطار. اجيبك ما تسوى 100,000 اعطيك 10 مليون بس اني ما ادفع لك شيء واسوقك. يا ابو سطار. هذا هو فيصل بن تركي، ما هو معابرني. يا ابو سطار مو عابرني انا ليش؟ يعبرك ما يحب الديون ويكوم عليك بسبيل بس انه تسخره. لا يا رجل يضحي بماله ونفسه وتقول مو معبرني، كيف مو معبرني؟ من جاب يا اخي كمل انتم تقولون فيصل بنى النصر. اصحوا من جاب يحيى، من جاب محمد نور. طيب في عهد فيصل بن تركي، في عهد فيصل صح ولا لا؟ اول مدري مين فيصل ما دفع ولا ريال. انت لحظه في ذمه، لحظه في ذمتك كابتن فهد، دقيقه كابتن فهد انت ما تحس انك ظالم الرجل؟ يعني ما له ايجابيه؟ كابتن فيصل بن تركي ما له ايجابيه؟ بادر بس ما له ايجابيه. ما له ايجابيه؟ ابدا ما له ايجابيه. اقسم بالله انك ظالم، اقسم بالله انك ظالم يا اخي. بديهيا وعقليا لكل رجل ايجابيات وسلبيات. عطني ايجابيته. ما له ايجابيه يعني انت في نظرك؟ عطني طيب عطني واحده. لا اله الا الله يا اخي، يكفي انه بعد ما استقال، يكفي انه بعد ما استقال ما حد قدر يستلم النصره ويترشح. يا ابن الحلال على كذبه. وش الكذبه هذه؟ وش الكذبه؟ اعلمك شيء. ها ايوه تفضل. والله الذي لا اله الا هو ان الداعم ما بعد الا عشان يكشفكم انتم. كان همه انتم مو فيصل، ولا فيصل يعرف منه. يكشفنا احنا يا حكي. الجماهير اللي طبلت، الجماهير اللي وقفت الان معاه وطبلت. اجل انا يا خالد البيت عم حرمان اقول لك الربوع تقول لي لا الخميس ولا الجمعه تجيني. وين هذا ابوه ما قدر عليه. كيف كابتن فهد شلون؟ ما قدر عليه.
ما هو جاء قال يوم الربوع كذا وكذا وكذا، صح. جيب لي محاسب وسوي. صحيح. وش قال فيصل رده؟ ايوه قال الخميس الظاهر وقال الجمعه في النادي. يعني افرضك، يعني ما هم، يعني كلمه تمشي عليك. فيصل الخادم بن فهد اعند واحد في العالم، وابوه ما قدر عليه. ابوه يقول له عيش في السعوديه عيش في امريكا. رجل يجيك يدفع ب 50 مليون 70 مليون من حر ماله، ولا يبغى اسمه يطلع، تجي تتشرب عليني. وفي الاخير انت وقفت على محاسبه الرئاسه. وش فرق بين محاسبه الرئاسه ومحاسبه القانوني اللي طلبوهم؟ لانهم كانوا عارفين عندك ديون بلاوي، كيف احلها؟ يا رجل انت حتى كذبه، حتى ابكى ما عند الناس واعطى الشرف والعالم. يا رجل انا احب خادم بهد بيديه واقول معليش واستسلم واقول هذا رجال عاقل، واستسلم واقول واسجل في النصر واسجل في النصر واسجل بطولات واسجل بطولات الى ما افرض نفسي. مو اسوي لي حفل بنخبات عشان انفخ نفسي، اسوي لي حفل انتهى الدوري، اسوي لي ما ادري وش هو وتيفوات وكيلان ليه؟ والله مشكله كابتن فهد، انت جالس تصفي السعودي اللي اعظم منه يا رجل. ما قال والله انت جالس تصفي حسابات على سبيل النادي ما احنا مستفيدين منها. والله ما احنا مستفيدين منها. يعني الرجل يعني اصدقك عقليا كابتن، انا ماني بايع عقلي ولا ضميري لك ولا لك حلال. انا ماني بايع ضميري وعقلي لك ولا لك حلال. انا جالس اميز، انا جالس اشوف واميز يا كابتن فهد. الرجال اسمعني شوي. تفضل. فتحت النقاش معك وانا اقدر اقفل في وجهك واقول لك بايع عرف تنفيذك. عيب عليك واحترم الرياجي. عيب عليك يا كابتن فهد، ترى اقدر اقفل في وجهك ايضا. عيب عليك واحترم الرياجي. حتى ايجابيه فيصل ما انت عارف تذكرها. يا اخي انت وش استفدنا منك يا اخي؟ وش استفدنا منك؟ جالسه اصدقك انت واصدق كلامك. يا اخي فيصل بن تركي جاب البطولات في عهده، جات البطولات. انت وش سويت؟ خلاص انتهى الموضوع. تدري ايش الفرق بينك وبينه؟ تدري ايش الفرق بينك وبينه؟ اقول لك الفرق، انك انت يوم كنت في لاعب في نادي النصر جبت بطولات وكحلان جاب بطولات، بس انت جالس تاخذ نادي، جالس تاخذ فلوس من نادي النصر وجالس يدفع فلوس لنادي النصر. هذه الفرق. اي جالس تاخذ مو سواد عيننا تلعب للنادي، تلعب مو سواد عيننا، جالس تاخذ مبالغ ترى على فكره، تاخذ راتب على فكره. جالس تدري ايش تقول لي اسكر في وجهك وما اسكر في وجهك؟ مي بحلوه ذي ترى، اسلوب. شفت شلون صدامي مع الناس اللي يختلف معك وجهه النظر، تجلس تقل ادبك، تسكر في وجهي. سلامات، وين الاحترام عندك؟ قلب وجهك الله يقطع. والتسجيل هذا مسجل وراح انشره، مسجل ها؟ والله راح انشره يا وسخ. بف عليك وعلى وجهك، بف عليك وعلى وجهك. إذا عجبك الفيديو لا تنسى لايك وكومنت تحفيزي، ولكي تتوصل بكل جديد اشترك الآن.